السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة بقى هنتكلم على كينج جروبنا، الفيديو المنتظر، الفيديو اللي كلنا مستنيينه عن الكافيار الترميمي وعن كل حاجة خاصة بالكافيار الترميمي. طيب يا مدام أميرة، كتير قوي بيسألوني احنا نعمل ايه بالكافيار الترميمي ده؟ هل ينفع تسريح؟ هقولك ينفع تسريح. ينفع ان انت تملسي الشعر بتاع البنوتة او شعرك بمية بسيطة الصبح او ميه الوضوء اللي بتتوضي بيها الصبح، وتاخدي حته قد عقله الصباع صغننه، سيحيها على ايديكي الاتنين، راحيه ايديكي الاتنين، طوقي بيها شعرك كله وتتسرحي. ويا سلام بقى لو نص ساعه كده تلفي طاقيه مره يمين مره شمال وتتسرحي. ولا اجدع مكوى عاملاها بيها شعرك الصبح، رهيب. لمعه، طريان، نعومه. عايزه اقول لك شعرك هيفضل اليوم كله في طريان ونعومه ولمعه ما حصلتش. ده بالنسبه للدهان سواء ليكي او بنوتك. طبعا الدهان بينفع لسن من اول سن سنه، بيغذي، بيتقل، بيلمع، بينعم، بيطر الشعر، كل ميزات الدهان اللي اقول لك المشامل كل حاجه. طبعا مكوناته على العلبه من ورا زي ما احنا شايفين، صناعه برازيليه. مكوناته فيتامين اي وشيا باتر وهيرونيك اسيد وكولاجين وفيلر وكرياتين نباتي وزيوت هنديه وكافيار وهيربرس انديا اعشاب هنديه، مليان متكامل من كله. ده اصدار جديد نازل من الشركه البرازيليه هيربلكس، نازل منه اصدار جديد غير اللي خدتوه قبل كده، يعني غير اللي خدتوه السنه اللي فاتت. ده اصدار جديد نازل من الشركه بقى، تقنيه جديده. نازل بصراحه، يعني انا شايفاه احسن من ايه، من اللي كان نازل قبل كده. يعني انا عن نفسي انا شايفاه كان نازل احسن المره دي من اللي قبل كده. هنيجي نشوف. ادي كافيار الترميمي كريم، ريحته جميلة جدا جدا، ريحته تحفة، اللي هي جوز هند وبرفيومز، يعني مش هتحسي بأي حاجة. الملمس بتاعه زي ما احنا شايفين تقيل جدا، يعني مش من السهل يطلع، لازم يطلع تدب ايديكي في صباعك وتطلعيه. بصوا اللمعة بتاعت الفيتامين، ادي لمعه الفيتامين بتاعه الكريم نفسه. طيب احنا لو جينا اتكلمنا انا ازاي اعمل يا مدام اميره جلسه منه اسبوعيه عشان اخلي شعري المتدمر بطرح الصبغات وسحب اللون. والعيد طبعا كان عدى علينا، كل سنه وانتم طيبين، يعود علينا ايام بخير. وعملت صبغه وشعري نشف من سحب اللون، عشان اطلع لون الاشقرات او الجري او الدرجه اللي انا عايزاها، فلازم اسحب لون وشعري اتدمر بسببه. هقول لك حاجه بسيطه جدا جدا. انت مجرد جبتي معلقه من الكافيار الترميمي وحطيناها في الطبق، معلقه واحده منه، معلقه اكل، عليهم 3 معالق من اي نوع حمام كريم عندك، ويفضل الحمام البرازيلي. يعني ليه انا بحب الحمام البرازيلي؟ عشان حمام الكريم البرازيلي بيبقى فيه احماض امينيه بتعالج تلف الشعر والكيماويات والحاجات اللي كانت داخله بسبب الصبغات، والحاجات اللي هي بتاثر على البروتين الاساسي للشعر. فباخد من حمام الكريم 3 معالق، عليهم معلقه واحده من الكافيار الترميمي، وابدا اقلب كويس، ميكس كويس في الطبق بتاعي، ميكس كويس ما بين 3 معالق حمام كريم، معلقه كافيار ترميمي، اعمل ميكس كويس جدا جدا، وابدا احط على شعري. طيب انا دلوقتي عايزه اعوض اللي اتفقد من البروتين الاساسي للشعريه نتيجه سحب اللون بتاعي، او نتيجه البروتين الكيماوي اللي عملته، وحسيت ان شعري بدا يتلف وينشف ويجف ويبدا يتساقط. الحقه بايه؟ على طول الامبولات اللي هي بتاعه البانسينول او امبولات الكرياتين اللي انا جايبينها. هكسر امبول على الخليط اللي احنا عملناه، 3 معالق عليهم معلقه، عليهم امبول كامل من الكرياتين. ممكن نحط امبول كامل من البانسينول او الفيتامين. طب انا بالنسبه لي انا عايزه يعني احط الامبول لوحده، اقول لك ما فيش مشكله، اعملي الامبول الاول، دلكي المنابت بتاعه الشعر كويس جدا، دلكي كويس جدا بس انامل ايديكي، وبعدين ابداي حطي على التكوين اللي احنا عملناه، ابداي حطيه على منابت الشعر، وركزي على الاطراف كويس قوي قوي قوي، دهني الاطراف، بالذات الاطراف بتبقى ناشفه جدا مطرح الصبغه ما عملناها وسحب اللون. وببتدي اسرح والف شعري كحكه، واحطه تحت بروكاب لمده تلت ساعه، وبعد كده اشطف بميه فقط. تمام. وممكن ما عنديش بروكاب تحت بونيه بلاستيك لمده ساعه، اسيب الخليط دوت على شعري ساعه، وبعدين ابدا ان انا اشطف بميه، وبعد كده انشف بالفوطه كويس بالطبطبه، واسرح واسيب شعري ملفوف طاقيه، وتاني يوم افكه. عارفه كل النشفان اللي فيه باي باي، مش هتشوفيه تاني. وطبعا مع التكرار لكل يومين 100 مره من الكافيار الترميمي، بدي تمليسه بسيطه للشعر من ميه بسيطه، وادهن كافيار ترميمي واسرح. عايزه اقول لك كل التلف اللي كان موجود في شعرك انسيه، اقسم لك بالله، وانا بقى يعني انا حاسبيني على الكلام والحلفان دوت،
ان الكافيار الترميمي ده هو الوحيد، هترمي كل حاجه عندك على التسريحه خاصه بالشعر، لا سيرامات ولا زيوت ولا اي حاجه، هو الكافيار الترميمي ده. الميكس اللي احنا بنعمله مره اسبوعيا، اللي هي المعلقه منه عليه 3 معالق، الميكس دوت بتعمليه مره كل اسبوع. يا سلام بقى لو حطينا عليه معلقتين اعشاب، تحفه. يا سلام لو حطينا معاه حبه زيوت هنديه كده، معلقه من كل نوع، يا جمال 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 للشعر وتغذيه وتتقيل. جلسه الاعشاب ممكن تتعمل بعد ما بتعملي جلسه الكافيار الترميمي، بعديها بيومين بنعمل جلسه الاعشاب، وهعمل لكم فيديو برضو عن جلسه الاعشاب. حبيت اوضح بس اللي تلفوا شعرهم من الصبغات، اللي عملوا بروتين وتسرعوا وراح عملوا بروتين، كل الحاجات اللي هي ضرت الشعر الحقيقه بسرعه بجلسه كافيار ترميمي مع 3 معالق حمامات كريم مع امبول بانسينول او امبول فيتامين من اللي متوفرين. العرض ده كله يا جماعه انا عامله لكم عرض حلو جدا جدا جدا، الحقوه قبل نفاذ الكميه، والعرض لسه متاح. علبتين كافيار ترميمي عليهم علبه حمام كريم برازيلي كيلو هديه، على كل علبتين، وكل 3 علب عليهم كيلو ونص كافيار حمام كريم كافيار برازيلي هديه. الحقوا العروض، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن الاعشاب، ان شاء الله هعمله لكم قريب عن الاعشاب، وهعمل لكم الطريقه وهعمل لكم كل حاجه. واتمنى ان احنا نبدا نعالج شعرنا اللي اتدمر خلاص، الاولاد هياخدوا الاجازه، نبص لنفسنا شويه، نعتني بنفسنا شويه، عشان صحتنا اهم من اي حاجه، وجمالنا هو اللي موجود. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.